حساب أن لا تتكلم كلمة الحق ولو كانت مرة، لأن الرجل موقف وأنتم الرجال، لأن الرجولة أن تنطق بالكلمة في وقتها مش انفعالية. ولكن عندما يصبح بلد كامل وشعب كامل على المحك، فنحن نحتاج أن ننطق كلمة الحق. الشعب الأردني على الجوع سكت، رفعنا البنزين سكت، الكهرباء سكت، الجمارك سكت، نقل الملكيات سكت، الضريبة سكت، الموازي سكت، مدينا ايدينا في جيابه وسكت. لكن الشعب الأردني يتحرك في حالتين وقد تحرك، هذه إشارة للحكومة. الشعب الأردني إذا بتيجي بدينه أو كرامته ما بسكت. دينه في التربية والتعليم وشفت ردات الفعل، وكرامته في اتفاقية الغاز. يوقف هون وزير الطاقة، الشعب الأردني شعب واعي، يوقف هون وزير الطاقة ويقول يا اخوان اكثر من هيك ما بقدر، انا مجبر، والله غير تفهموها، لكن ان نبقى نداري ونماري الشعب ما بيقبلها، الشعب ما بيقبلها. ولذلك حريصة كل حكومات الدنيا حريصة على ان تسكت شعوبها، الا حكومات الاردن حريصة تظل وراء المواطن حتى تنخش ويطلع الشارع. كل حكومات الدنيا حريصة على اسكان المواطنين الا حكوماتنا، بدوروا وين الوجع وبحطوا اصبع على الوجع. ينبغي ان تتغير السياسة. لا نريد حكومة تصريف اعمال، نحن اليوم نريد حكومة ابداع، لديها حلول، لديها جرأة، يديها يد لا ترتجف. ولذلك دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة اليوم دولتك تطلب ثقة من 130 نائب. الثقة راح تأخذها، هذا معلوم. ولكن من أخ اطلب الثقة عند الله فقط. اليوم عندك وزير عدل، وعندك وزير خارجية، وعندك وزير داخلية، لكن وكل آتينا يوم القيامة فردا. والله أن كل جائع في المملكة الأردنية الهاشمية سيطالبك بحقه، والله كل مريض سيطالبك بحقه، والله لا تحسد على الموقف الذي أنت فيه. الحكومة إخواننا بعرفهم شخص والله أكفياء، لكن يا حكومتنا الجليلة أنتم تحتاجون إلى ثورة في وزاراتكم. أنا بكفل وتحت القسم إنكم ما بتسرقوا ولا تمدوا إيدكم، والله بعرفكم واحد واحد، والله ما بتسرقوا. لكن مشكلتنا اللي تحتينا، مشكلتنا في من هو تحت أيدينا، هذول الفتح عيوننا عليهم. يوم القيامة مش بكرة، يمكن اليوم. وسيدنا النبي قال لا يأتيني غدا أحدكم على ظهره بجمل له رغاء، لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره بشاة تيعر، فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. بالقدر الذي نحتاج فيه إلى شوارع بنية تحتية، نحن بحاجة إلى بناء الفكر. لأنه اليوم موظف الدولة محبط، لأنه موظف الدولة اليوم مش قنعان. صارت اليوم إذا بدك تحرك هاي من هون لهون تدفع عليها رشوة. هذا يحتاج أن ندعم خطباء الجمعة، ودي أشكر إدارة معالي وزير الأوقاف. نحتاج اليوم دعم خطب الجمعة، محركات الفكر. اشبعنا غناني ورقص وحبيتك يخرب بيتك، اشبعنا منه، اشبعنا منه. آن الأوان أن نخاطب فكر الناس وأن نصنع جيلا جديدا. آن الأوان
لكل اللي قاعدين، أول واحد أبدأ بنفسي وكلكم خير مني، أن نتذكر قول الله عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون. آن الأوان أن نتذكر: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أشكركم جميعا، أشكرك سعادة الرئيس، كل الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.